نائل العيناوي، ابن أسطورة التنس الذي صار ركيزة منتخب المغرب. برز في منتخب المغرب لاعب خط الوسط نائل العيناوي مساء الأربعاء، وقاد ملحمة كروية أمام نيجيريا ليعلن العيناوي حضوره كأحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين يراهن عليهم الحاضر وينتظر منهم الكثير في المستقبل. من نانسي الفرنسية إلى حلم القميص الوطني. ولد نائل العيناوي في مدينة نانسي الفرنسية، ونشأ داخل بيئة رياضية خالصة، فوالده يونس العيناوي يعد أحد أبرز لاعبي التنس في تاريخ المغرب والعالم العربي، وسبق له بلوغ المركز الرابع عشر عالمياً عام 2003. ورغم هذا الإرث، اختار الابن طريقاً مختلفاً، مفضلاً كرة القدم على رياضة المضرب. في قرار مبكر رسم ملامح مستقبله الرياضي. تدرج العيناوي داخل أكاديمية نادي نانسي قبل أن ينتقل إلى نادي لانس، حيث بدأ اسمه يفرض نفسه في الدوري الفرنسي بفضل أدائه المتوازن في وسط الميدان وقدرته على الربط بين الأدوار الدفاعية والهجومية. وفي صيف 2025 انتقل العيناوي إلى نادي روما الإيطالي في خطوة وصفت بالقفزة النوعية في مسيرته الاحترافية. داخل الدوري الإيطالي وجد اللاعب نفسه أمام كرة قدم أكثر صرامة على المستوى الخطي والتكتيكي، وهو ما ساهم في صقل شخصيته الكروية وتطوير فهمه للعب. وأكد العيناوي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما أن الأرقام الفردية لم تكن هاجسه الأول، مشدداً على أن تقديم الإضافة للفريق وبذل أقصى الجهد داخل الملعب يتقدمان على تسجيل الأهداف، في تعبير يعكس نضجاً مبكراً وعقلية جماعية.